هي ده اصلا مشكلته شو ناس. هو هاي يجمل الزول ده فاير مال الزول ده كالاتي. هذا الاريتري مشكلته كلها. إبراهيم دنيا ده من أهلنا البني عامر في شرق السودان، طلع بمقطع بتاع فيديو وتحدث فيه وقال إما نحن نرضى بسودان موحد لا انفصال فيه، وإلا إذا حدث انفصال في دارفور ولا في جبال النوبة نحن بنطالب ببحرنا أو بشرقنا دعك من النهر. التنهرك ده نحن ما دايرينه. طبعا الحاجة دي يعني أغاظت أمسيب شديد. أمسيب طوالي يا الذكي يا العبقري يا رجل الدولة يا رجل الطرح القادم. طلع شنو؟ قال الزول ده إريتري. الزول الآن أول حاجة عنده الجواز السوداني، أولاده أسرته جده في البيت المكسح عنده الجواز السوداني، شيء يطلعوا إريتري. يا زول يا زول، ده قال رجل دولة، ده رجل الدولة يا جماعة، ده رجل الدولة القادمة، ده رجل النهر والبحر. وزي ما عنده واحد كده من أتباعه قاعد يقول فخامة الاسم، فخامة الاسم. وين فخامة الاسم؟ كده أول حاجة كده خلي العقول تكون راقية وتكون عقول مستنيرة حتى بعد ذاك تكون فخامة في الاسم. فعشان كده يا اخواننا زول قال هو رجل دولة ومؤسس لمشروع ولا تاريخ اللحظة بقى خاطب بالجهوية وبالقبلية وفي ناس تطلعهم لك أجانب، ديل ما مننا، ديل ما بيشبهونا، ديل ما كده. فشلتوا يا ناس ألوان الطيف، ألوان الطيف، فشلتوا يا اخوان. عليك الله خير. أنا هنا والله بعد كده شوف بنطالب السفارات بتاعتنا بانه الزول ده امسيب ده يجيبوه من ما في. الزول ده انتوا عارفين انه قاعد وين. بعد كده دايرين الزول ده لانه بدا يفتن في المكونات دي. فتنه ما بتقل من فتنه طارق بروفه نهائي.